لو ما بتحبوش البط او عمركم جربتوه غير بالطريقة التقليدية لازم تتفرجوا على الفيديو ده عشان متأكدة ان انتوا هتغيروا رأيكم. هوريكوا ازاي تقدروا تسووا صدور البط بطريقة مختلفة، ازاي تعملوا جنبها صوص حلو قوي بالبرتقال، وازاي نقدر نقدمها بطريقة شكلها حلو وشيك على طريقة المطاعم. انا نسمة، لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ على طول. هنحتاج صدور بط مخلية من العظم، القطعة تقريبا بتبقى في حدود 300 ل 350 جرام. هحتاج كمان فصوص توم، وهحتاج روزماري، واكيد هنحتاج ملح وفلفل. وعلشان الصوص هنحتاج نص كوباية شوربة مدوبين فيها مكعب مرقة. هحتاج كمان نص كوباية عصير برتقان فريش معليهوش اي سكر، معلقة عسل ابيض، ومعلقة صغيرة دقيق، واختياري ممكن تستخدموا معلقة زبدة او تستغنوا عنها واحنا بنعمل الصوص. اول خطوة هناخد البط ونستخدم سكينة حامية جدا، وهبتدي اعمل خطوط في طبقة الدهون، بس انا مش عايزة اوصل لحد اللحم. هبتدي اعمل خطوط بالطول كده، وبعد كده هقلبه واعمل خطوط عكسها. الهدف من الخطوة دي اني اقسم طبقة الدهنة اللي على البط، لان الطبقة دي بتكون سميكة جدا، وده هيساعدني ان الدهون دي كلها تنزل ويديني طبقة مقرمشة وطعمها حلو. اهم حاجة ان احنا نقطع بس طبقة الدهون، ما نوصلش للحم. بعد كده هبتدي ارش عليهم ملح، فلفل اسود، وعلى الناحية التانية كمان. وهحتاج بقى طاسة تكون سميكة وباردة، انا مش هحطها على النار دلوقتي. هبتدي احط فيها صدور البط كده على الناحية بتاعة الجلد، وبعد كده هرفعها على نار متوسطة. انا مش عايزة اسويها على نار عالية. الهدف من الخطوة دي ان طبقة الدهون السميكة اللي بتكون في البط دي تبتدي تسيح كلها، ويتبقى منها جزء بسيط جدا مقرمش واخد لون حلو ويديني طعم حلو قوي في الاخر. الخطوة دي تقريبا بتاخد 7 دقايق، ممكن ابص عليه في النص كده اشوف اخد اللون اللي انا عايزاه ولا لا. بصوا هنا بعد 5 دقايق هو اخد لون حلو، بس انا هسيبه يكمل الدقيقتين دول لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. في المرحلة دي هبتدي انزل الثوم والروزماري، وابتدي اخد من الدهون اللي نزلت دي واصبها عليه، وبعد ما الوقت يخلص هبتدي اقلبها على الناحية التانية، وافضل انزل عليها من الدهون اللي نزلت منها عشان تديها طعم حلو وفي نفس الوقت ما تنشفش مني. طيب على الناحية التانية انا بديله 3 دقايق بس، فيبقى كل الوقت 10 دقايق. تسوية صدور البط بالطريقة دي قريبة قوي لطريقة تسوية الستيك. في ناس بتحب تاكلها ميديم او ميديم رير، وفي ناس بتحب تاكلها ويل دون. لو سيبناها لحد المرحلة دي 10 دقايق بس على الطاسة، فاحنا كده بناكلها ميديم. لو احنا عايزينها تبقى ويل دون هنشيلها من على البوتاجاز وندخلها الفرن 5 دقايق كمان. 5 دقايق بالظبط مش اكتر من كده. كل ما تسووا الصدور وقت اطول هتنشف، مش هتديكوا طعم حلو خالص في الاخر. يبقى اجمالي الوقت لو احنا عايزينها ويل دون 15 دقيقة بالظبط. بعد كده هطلعها من الفرن وابتدي احطها على طبق واسيبها ترتاح اقل حاجة نص ساعة قبل التقديم. بصوا اخدت لون حلو جدا. كل ما ترتاح كل ما تبقى جوسي اكتر وما تنشفش وتنزل كل العصارة بتاعتها وهي بتتقطع. هنسيبها بقى على جنب ونروح نعمل الصوص. طبعا في كمية دهون كبيرة قوي نزلت من البط، انا هشيل كل الدهون دي، بس هستخدم نفس الطاسة اللي انا سويت فيها البط. هنزل فيها عصير البرتقال، الشوربة بالمرقة، هسيب شوية من الشوربة عشان ادوب فيهم معلقة الدقيق الصغيرة، وبعدين هنزلهم على الصوص. بعد كده هنزل معلقة العسل، وما تخافوش العسل مش بيخلي الصوص مسكر، العسل بيعادل الحموضة بتاعة البرتقال والطعم المالح من المرق، فبيطلع صوص متوازن وطعمه حلو جدا. هنقلب كده تقريبا 5 دقايق لحد ما الصوص يبتدي يتقل معانا، وخلوا بالكم انه بيتقل شوية زيادة لما يبرد. هشيل الصوص بقى من على النار وابتدي اصفيه. بصوا هو هنا لسه ما بردش وقوامه ما تقلش زيادة. بعد ما البط ارتاح تماما هستخدم بقى سكينة حامية جدا وابتدي اقطعه. بصوا ده شكل التسوية لو احنا عايزينه ويل دون. هبتدي اقطعه شرايح بقى. بصوا شكله، شايفين طبقة الجلد مقرمشة من بره. في بقى كذا طريقة للتقديم. اول حاجة احنا ممكن نحطه في سيرفيس كبير، ودايما خلوا الصوص في حاجة لوحدها على جنب عشان اللي حابب يزود على الاكل، او ان احنا نقدمه بالشكل ده فوق رز بالمكسرات او رز بالخلطة ونحط الصوص لوحده، برضو بيبقى شكله حلو جدا. ده مناسب قوي للعزومات. ولو احنا هناكله بقى في البيت بحب اقدمه بالطريقة دي. بصوا شكله خطير.
نزود بقى عليه من الصوص وقت الاكل وكله بألف هنا. البط مستوي حلو جدا، الصوص متوازن وطعمه حلو وجزء اساسي من الوصفة، ما ينفعش تاكلوه من غيره. انا قدمته هنا جنب رز بالزعفران والمكسرات، تقدروا تقدموه جنب اي نوع رز تحبوه، تقدروا كمان تقدموه جنب ماش بوتيتو او سلطة. وصفة لذيذة جدا، جربوها ومتأكدة انها هتعجبكم. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.